الفنان محمود عبد المغني في مسلسل العميل 1001. طبعا الفنان محمود عبد المغني هنا بنسميه الشخصية المثالية الإلزامية. مثالية من ناحية إيه؟ مثالية من ناحية إن هو دايما محب للأخلاقيات والمبادئ والقيم. احنا بنلاقي هنا وإلزامي طبعا محب للوطن وقيم الوطن والوطنية عالية جدا جدا عنده. فاحنا بنشوفه هنا في المسلسل نبص نلاقيه يعني صاحبه او صديقه اشتغل مع المخابرات المصرية وسافر، فهو عشان خاطر يفضل محتفظ له بخطيبته او مراته ممكن يتجوزها او اتجوزها وما كانش بيلمسها على الرغم من كده، وده عشان خاطر يفضل محتفظ بيها لصاحبه. مها لسه صاحيه؟ الحمد لله على السلامة. مش ميعاد اجازتك؟ فعلا دي اجازه استثنائيه. اشمعنى؟ كل سنه وانت طيبه. على الله ذوقي يعجبك. بس انا عيد ميلادي بكره. انا بحب اسبق بيهم. وعرفته ازاي؟ ده سؤال برضه يا مها. احنا كل سنه كنا بنحتفل بيه. كل سنه وانت طيبه يا ستي. انت بتعمل كده ليه؟ عايز توصل لايه بالظبط؟ انا مش عايز اوصل لحاجه. ما اعرفش ايه سبب الغضب ده كله. كل ده ومش عارف فيه ايه؟ حقيقي مش عارف. القصة هنا ان احنا يعني بنبص نلاقيه بطبيعته الإلزامية اللي احنا بنتكلم عنها، المحبة للمبادئ والأخلاقيات والقيم اللي فيها الجزئية الوطنية عالية جدا جدا جدا. نبص نلاقيه يعني هو عايز يقول لصاحبه أنا مش أقل منك وطنية، أنا مش أقل منك حب لبلدي، أنا ممكن أعمل زي اللي أنت بتعمله وعلى الأقل أساعدك هنا في مصر، وعلى الأقل أحتفظ لك باللي أنت سبته وراك. يعني اللي أنت سبته أنا مش هضيعه عليك، يعني أنت حتى خطيبتك اللي أنت عايزها هتفضل زي ما هي وهتفضل بنت زي ما هي وبكر زي ما هي لحد ما أنت تيجي تاخدها. ودي من سمات الشخصية الإلزامية، والشخصية الإلزامية احنا بنجدها في المجتمعات المغلقة دايما، وبنجدها في المجتمعات اللي هي زي ما بيقولوا ليها كبير، ودي موجودة دايما مثلا في الصعيد أو في العائلات القبلية.